نعتقد أن كل شخص فريد من نوعه، ولكن بعض الناس لديهم تفرد من مستوى آخر تماما. الأشخاص الذين لديهم أجزاء جسم كبيرة بشكل غير عادي. مرحبا بكم متابعينا في فيديو جديد. سنعرض عليكم في هذا الفيديو أغرب 5 أشخاص يمتلكون أجزاء جسم غير عادية. في المركز الخامس آني هوكنز، اشتهرت بأنها تمتلك ثديين كبيرين غير عاديين، وقالت إنها ليست مستعدة للخضوع لعملية تصغير الثدي، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر ثديين في العالم، وقالت إنها حصلت على الشهرة والمال بسبب امتلاكها لأكبر ثديين. إن ثدييها بدأت تتطور عندما كانت في 5 من عمرها، وعندما كانت في 9 من عمرها كان حجم صدرها وصل إلى حجم كبير جدا مقارنة مع أقرانها، والآن تمتلك ثديين أكبر ب100 مرة من الطبيعي. في المركز الرابع ميسي كوران، هي فتاة من الولايات المتحدة تمتلك أطول سيقان في العالم وفقا لموسوعة جينيس العالمية، حيث يبلغ طول الساق الواحدة أكثر من 135 سنتيمترا. وقالت العائلة إنها طفرة نوعية في الأسرة بأكملها على الإطلاق، حيث لا يوجد شخص يمتلك هذا الطول سابقا. وتمثل الأرجل جزءا كبيرا من طولها، حيث تمثل 60% من هيكل الجسم. أصبحت الفتاة مشهورة بسبب طول ساقيها، لكنها تواجه بعض التحديات بسبب ساقيها الطويلتين، مثل الحصول على الملابس التي تناسبها والجلوس في السيارة بساقيها الطويلتين. وتلعب حاليا مع فريق كرة الطائرة بسبب سيقانها الطويلة الذي تميزها. في المركز الثالث أندريا إيفانوفا، تمتلك إيفانوفا أكبر شفاه في العالم، على الرغم من أنها لم تولد مع شفاه كبيرة، لكن كان حلمها أن تكون مشابهة في مظهرها مع دمية. بدأت تجربة حقن الشفاه منذ بضعة سنوات، وأنفقت أكثر من $5000 حتى الآن، على الرغم من النتائج التي وصلت إليها أندريا، إلا أنها تعتزم إنفاق المزيد من المال على شفتيها، بالرغم من تحذيرات الأطباء لها من أن المزيد من تكبير شفتيها يمكن أن تجعلهما تنفجر. إنها تخطط أيضا لتعديل أجزاء أخرى من الجسم، وخاصة الحصول على تطويل للوجه وتعديل مظهرها في الكامل. في المركز الثاني محمد أوزوريك، هو مواطن تركي يمتلك أطول أنف في العالم، حيث يبلغ طول أنف محمد حوالي 8.8 سنتيمترا. وعندما تم سؤال محمد عن كيفية شعوره بوجود أنف طويل بشكل غير عادي، قال إنه يشعر بالارتياح لأن أنفه الطويل يسمح له بالشم بصورة جيدة، إضافة إلى شمه من مسافات بعيدة. ويستخدم الرجل التركي أيضا أنفه الطويل لأداء الحيل، مثل نفخ البالونات من خلال أنفه فقط. في المركز الأول بايرون وإيميلي، يفتخر هذا الثنائي الأب وابنته بدخولهم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لامتلاكهم أضخم ألسنة في العالم. وقال الأب أنه كان دائما يطلع على الأرقام القياسية لموسوعة جينيس لمعرفة إن كان لديه أكبر لسان أم لا، حيث تم نقله لقياس لسانه واكتشف أنه كان أكبر من حامل اللقب الذي سبقه بمقدار سنتيمترا كاملا. أما ابنته إيميلي من ناحية أخرى أيضا اكتشفت بالصدفة أن لديها لسان كبير أيضا، والآن أصبح الأب وابنته من المشاهير بعد دخولهم لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لامتلاكهم أكبر لسان في العالم. أخبرونا في التعليقات ما رأيكم بالفيديو، وإذا أعجبكم الفيديو تضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديو جديد.